اهلا بيكم في فيديو جديد، واهلا بيكم في تاني حلقاتنا ومراجعتنا عن مسلسلات رمضان. وهنراجع النهاردة مسلسل اشغال شقة، وهنشرح بيها الطريقة اللي كتب بيها المسلسل، وهندي في اخر الحلقة تقييم للمسلسل، وهنقول ايه هي كانت افضل حلقات في المسلسل وافضل ضيوف شرف كانوا موجودين في اشغال شقة. بعد ما خلاص خلص المسلسل وعشنا معاه 15 حلقة و15 يوم من رمضان بيجري بسرعة جدا، طيارة حرفيا. وكل سنة وانتم طيبين. معاكم كريم الجندي وقناة السينما وما حولها. المسلسل هو اقتباس من الفيلم المصري صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن بمعالجة مختلفة. بتدور قصة الفيلم والمسلسل في نفس الوقت عن قصة الزوجين اللي لسه مخلفين جديد، وبيلاقوا مشكلة في رعاية الأطفال وتعارضها مع مواعيد شغلهم، فبيضطروا يستعينوا بشغالة. وفي المسلسل كل حلقتين شغالة جديدة وضيفة شرف جديدة. ومن هنا بيجي الضحك والمواقف الكوميدية، بتيجي من اختلاف طباع الشغالات وشخصياتهم وتعارضها مع العمل كشغالة. أصلا بيبقى كل واحدة عندها عائق أو مشكلة، لكن الكوميديا بتزيد في قصة المسلسل عن الفيلم في شغلانة الزوج اللي هو دكتور حمدي اللي شغال في مشرحة الطب الشرعي، ومعاه المساعد بتاعه عربي، ومديرهم في الشغل دكتور عصام، كمان وكيل النيابة اللي بيشتغلوا معاه اللي هو كريم باشا. بالرغم من ان شغلانة الطب الشرعي ديت والنيابة مليانة جثث وموت ومعامل تحليل وحرفيا كل شوية جريمة قتل او سرقة وهكذا، الا ان الشغلانة ديت طلع منها ضحك على مدار المسلسل بمقام 5-6 افلام كوميدية متجمعين كده في بعض. بشكل عام مسلسل اشغال شقة فيه كل حاجة في الكتابة ناقصة مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن. مسلسل اشغال شقة رجع لنا من تاني كوميديا الموقف، اللي في رأيي هي افضل نوع كوميديا ممكن يقدمها اي صانع سينما او صانع دراما، لان كوميديا الموقف ديت بتعيش مع الزمن وبتقدر تقاوم الزمن وبتقدر تقاوم التقادم، عكس كوميديا الفرس او كوميديا الافيهات. واكبر مثال على دوت ان كوميديا فيلم الناظر لسه عايشه معانا لحد النهارده، ولسه الافيهات ديت حاضره على السوشيال ميديا لحد النهارده، ولسه الاطفال الصغيره والاجيال الجديده لما بتتفرج على فيلم الناظر لاول مره حرفيا بتضحك وبتتفاعل مع الكوميديا الموجوده، رغم ان الفيلم داخل على 25 سنه. انت متخيل فيلم الناظر من 25 سنه والكوميديا بتاعته لسه عايشه وتحسها طازه جدا. وكوميديا الموقف بتيجي نتيجه المفاجآت الغير متوقعه والمفارقات الغير متوقعة، وصناع المسلسل بنوا المواقف ديت بشكل جيد جدا، وما خلوهاش تعتمد ان الممثل يعمل حركات غريبة او يلبس لبس غريب ويحزق كده عشان يضحكك او يفضل يقول افيهات عمال على بطال، ولا حتى يكون ديكور المسلسل شكله غريب. ولو لاحظت هتلاقي ان كل العناصر اللي انا لسه متكلم عنها من شوية ديت طعمها بيروح مع الوقت لما عينك بتاخد عليها، وبتقلب لسخافة مهما كانت معمولة حلو، لان نوع الكوميديا دوت بيكون عمره قصير. عشان كده في رأيي ان السيناريوهات الكوميدية هي اصعب نوع سيناريوهات ممكن اي صانع يكتبه في حياته. عشان كده لما بنلاقي حاجة معمولة حلو بنمسك فيها بايدنا واسناننا كده وبنتابعها وبنكون متحمسين ليها لأقصى درجة، لانها حرفيا صعبة وعملة نادرة. ومسلسل اشغال شقة قدم لنا سيناريو ايقاعه مظبوط، ومقابله في نفس الوقت اداء متزن وكوميديا غير مفتعلة من الابطال، ومدير تصوير ومونتير عارفين يعني ايه موقف كوميدي، وفي نفس الوقت مقابلها مزيكا لذيذة كده دمها خفيف في الخلفية ورا، وكمان مش مزعجة دمها خفيف كده. والمواقف الكوميدية كانت مكتوبة بمنتهى الذكاء والرشاقة والخفة، وما فيهاش أي نوع من أنواع الاستسهال. وهاخد من كل المواقف الكوميدية اللي في المسلسل موقف واحد بس ومشهد واحد بس هشرح فيه ازاي الناس ديت تعبت قوي في كتابة المسلسل. مشهد السوبر ماركت، حرفيا مشهد السوبر ماركت دوت نموذج في الكتابة لأي حد بيكتب كوميدي أو ناوي يكتب كوميدي. كوميديا الموقف بتعتمد اننا بنجيب الابطال وبنحطهم في موقف بسيط ومفروض يعني ان هو يعدي بسلام، وبنبتدي نعقد ونصعب الموقف تدريجيا كده، ومن هنا بيجي الضحك. تعالى بقى ونشوف هم عملوها ازاي. الفكرة الأبسط في الموقف دوت اللي أغلب الكتاب كانوا هيستسهلوا ويعملوها هي إن الضحك يجي من إن الشغالة المسنة ديت سماعها ضعيف وما بتسمعش خالص، ويفضل عربي وياسمين ودكتور حمدي ينادوا عليها في الميكروفون بصوت عالي عشان تجيب لهم البطيخة المرملة، وينزعج الناس في السوبر ماركت ويفضلوا يحلبوا في المشهد كده على قد ما يقدروا، ومن هنا يجي الضحك دوت اللي كان هيعمله أغلب كتاب الكوميدي لو كانوا مكان آل دياب في المسلسل، بس دولت آل دياب فما عملوش كده. ودخل أكرم حسني الشغوف العاشق بالبرتقال ونقل المشهد لخيال عجيب جدا، لما بنكتشف عشقه للبرتقال او حتى علاقته بمراته اللي عايز يطلقها ديت في التليفون، وبقى عندك شخصيتين ضاربهم السلك
في مكان واحد، الشغالة وأكرم حسني مجنون البرتقال، وبعدها ينضم ليهم هشام ماجد كرد فعل. كل ده والشغالة المسنة اللي ما بتسمعش في غيبوبة من الشوكولاتة. يعني الشخصية الهدافة اللي انت متوقع ان يجيلك منها الضحك جالك منها ومن مكان تاني الضحك مضاعف المرة مرتين. وبناخد كوميديا الموقف ونحولها لكوميديا الفرس لما هشام ماجد واكرم حسني الاتنين يقعوا على الدقيق في السوبر ماركت. تقدر تطبق استراتيجية الكتابة اللي في المشهد دوت على 90% من مشاهد المسلسل. مفيش اي استسهال في بناء المواقف الكوميدية، لانهم ببساطة مش بينفذوا اول ولا تاني ولا تالت فكرة بتيجي في بالهم، لا الناس ديت بتتعب وبتفكر وبتطور في المواقف لأقصى درجة ممكنة. وخليك فاكر ان دايما الضحك جايلك من مكان انت مش متوقعه. نيجي بقى للممثلين. هشام ماجد في دور دكتور حمدي. الحقيقة ان انا دايما كنت بشوف ان هشام ماجد هو اقل واحد في الثلاثي، تحس دايما كده ان هو ما عندوش ادوات يضحك بيها عكس شيكو وفهمي. لكن هشام ماجد مع الوقت لقى طريقه من خلال الكوميديا الجادة، اللي هو بيقدم الكوميديا والضحك بمنتهى الجدية، ومن هنا بيجي الضحك بدون بقى حزق ولا هدوم غريبة ولا يتنطط لك هنا وهناك. لكن كوميديا هشام ماجد ديت مشروطة ان يكون السيناريوهات والورق اللي بيجيله يكون حلو، وهو فعلا بيعرف يختار ورق حلو يوظف الكوميديا بتاعته صح. فانا مطمن على الراجل دوت لفترة ان شاء الله طويلة قدام. اسماء جلال في دور المذيعة ياسمين. الحقيقة ان انا برضو كنت بشوف اسماء جلال من الممثلين اللي هم صورة من غير صوت، وانت اكيد فاهم قصدي. لكن من اول السنه اللي فاتت في مسلسل هرشة السابعة والسنه دي في مسلسل اشغال شقه بتثبت انها ممثله تقيله وبتعرف تنقي ادوارها، وكمان حضورها خفيف قوي قدام الكاميرا. وبالمناسبه انا كنت عملت مراجعه لمسلسل هرشة السابعة، لو ما شفتهاش اتمنى انك تشوفها. شيرين وسلوى محمد علي في كوميديا الحموات، اللي بالمناسبه المواقف بتاعتها مكتوبه بشكل جيد جدا، خصوصا شيرين وافيه الست اللي في الصوره. وكمان فكرة ان هم مطلعين هشام ماجد او دكتور حمدي ابن امه والمواقف اللي طالعة منها مكتوبة بشكل حلو جدا وكمان متوظفة صح، فالكوميديا اللي جاية منها كانت موفقة جدا. مصطفى غريب في دكتور المساعد عربي. الحقيقة ان الدور دوت اكبر دليل ان مهما كان الممثل موهوب ومعاه ورق وحش استحالة يقدم لك اي شيء. انا مصطفى غريب في دور عربي كنت بستنى مشاهده في طول المسلسل، وحرفيا المسلسل من غيره ضلمه، عكس لما بشوفه في مسلسل الكبير الجزء الثامن في دور عترة، حرفيا كنت دوره كله استظراف ومش قادر ابلعه ومشاهده مش فارقه معايا. لكن في اشغال شقه كنت بستنى مشاهده فارغ الصبر، اللي هو كان في انفصام عندي كده بالنسبه لمصطفى غريب. ونفس الكلام ينطبق على رحمة احمد بالظبط، الورق هو العامل. الناس دي موهوبه بس الورق اللي معاهم في الكبير وحش جدا، فاتفرجوا عليهم في اشغال الشقه عاملين ازاي ومنورين ازاي، وازاي هم حرفيا مطفيين في مسلسل الكبير. احمد عبد الوهاب ومحمد محمود هم اضافه جامده قوي للمسلسل، وحرفيا كنت بستنى مشاهدهم، بالذات مشاهد فادي اللي بيجيب الفولورز المهتاب وخناقاته مع دكتور حمدي. كمان محمد محمود دوره كان مكتوب بشكل حلو جدا، اللي هو دكتور في كل التخصصات، حرفيا شككني في كل الدكاتره اللي بتيجي في التلفزيون. حتى المترجم الهندي اللي هو ميشيل ميلاد كنت بستنى مشاهده جدا لانها كانت بتموتني من الضحك، والافات بتاعته ما كانتش ممله. نيجي بقى لضيوف الشرف والشغالات اللي في المسلسل. حرفيا اختياراتهم حتى كممثلين كانت موفقه جدا، وكمان المواقف اللي كانت مكتوبه لهم كانت مكتوبه بشكل حلو جدا، وافكارها في منتهى الروعه وحاجه منتهى الكرياتيف كده. لكن لو هنرتب افضل 3 ضيوف شرف من الشغالات، في رأيي يعني ان الحلقتين بتوع انعام سالوسة هي التوب، بمشهد الكبدة بمشهد الجنازة. الحلقات دي تحسها تنفع كده فيلم لوحدها. وبعدها حلقات ايمان السيد، حرفيا فكرة الاكل ديت كانت في الجون. واوعى تنسى الارنب محسن. ورقم 3 انتصار في دور ام صابرين. حرفيا في اخر حلقة في المسلسل الخلفية ما كانتش مزيكا، الخلفية كانت صوت ام صابرين وهي في عالم تاني باتصالاتها بمكالماتها مع بنتها. بجد فكرة في منتهى الكرياتيف والروعة، مش عارف هي جت في بالهم ازاي بصراحة، بس هي بجد فكرة روعة، تحس ان الشخصية كاريكاتير كده مش حقيقة. وحرفيا حلقة انتصار وحلقة انعام سالوسة وايمان السيد اكتر 6 حلقات ضحكوني في المسلسل.
واكتر حاجه عجبتني في المسلسل ان نهايه المسلسل ما كانتش النهايه بقى الخطابيه وهنطلع بقى نتكلم ونقول بقى على الجواز والناس اللي متجوزه جديد وازاي نستعين بشغالات ولا ازاي نتعامل معرفش مع مين. لا، ادوك نهايه كوميديه وحافظوا على الحاله بتاعه المسلسل. اللي كنت بتمنى الموضوع دوت يحصل مع مسلسل الهرشه السابعه اللي كانت نهايته خطابيه وسيئه جدا. حرفيا في مسلسل الهرشه السابعه كان نفسي يقفوا عند الحلقه ال 14. وببصوا كده على المراجعه اللي انا عملتها للمسلسل. مسلسل اشغال شقه فكرته كانت تتحمل 30 حلقه ومش هتزهق منه، ومع ذلك صناعه قرروا الاكتفاء ب 15 حلقه بس، في الوقت اللي فيه صناع اعمال تانية فكرتهم بمسلسلهم اخره 8 حلقات او 7 حلقات بالكتير، الا ان هم بيصروا ان هم يعملوه 30 حلقه. آل دياب اللي هم شيرين دياب وخالد دياب قدموا ضربة قاسية قوي لكل صناع وكتاب الأعمال الكوميدية من خلال مسلسل أشغال شقة، زي ما قدموا السنة اللي فاتت ضربة قاسية قوي وقوية قوي لكل صناع مسلسلات دعم المرأة من خلال مسلسل تحت الوصاية. بالمناسبة أنا كنت عملت له مراجعة رمضان اللي فات، أتمنى إنك تشوفها وتقولي رأيك في الكومنتات. عيب يعني يكون بقالنا كل دوت ما عملتش لايك ولا اشتركت في القناة كده ولا أي حاجة. حقيقي الواحد مش مصدق إن نفس الناس اللي قدمت لنا مسلسل تحت الوصاية بكمية المشاعر والحزن والخوف والإثارة اللي فيه هم نفس الناس اللي قدموا لنا الضحك والكوميديا والمواقف اللي مكتوبة حلوة قوي وموتونا من الضحك طول 15 حلقة في رمضان. هم نفس صناع مسلسل تحت الوصاية. مش عارف ازاي اللي قدم الضحك ودوت هو نفس اللي قدم الحزن والبكا والحاجات اللي انت عارفها دي. حقيقي الواحد بيتبسط بشغل آل دياب جدا وبيحسسوه ان الصناعة لسه فيها خير كده وان يعني الشغلانة لسه بخير. ان احنا متعودين هنا في القناة ان انا بقدم شرح للافلام، لكن في رمضان انا بقدم لكم مراجعة للمسلسلات، فبعد رمضان ان شاء الله هنرجع تاني نعمل شرح للافلام. انا عارف ان في ناس كتير بتطلب مني افلام كتير قوي، فانا مش مطنش، انا فعلا بجهز لها وبحضر لها من دلوقتي، لكن ميعادها هيكون بعد رمضان. مش عارف لسه اذا كنت هنزل بعد رمضان الجزء الثالث من رحلتنا داخل عالم داوود عبد السيد من خلال شرح فيلم رسائل البحر وفيلم قدرات غير عادية، بعد ما شرحنا أرض الخوف وشرحنا أفلام داوود عبد السيد كده في المجمل في جزئين. اتمنى برضو تشوفهم لو ما شفتهمش. فانا مش عارف اذا كنت هنزل الجزء الثالث من السلسله ديت ولا هنزل حلقه جديده كده عن افلام يوسف شاهين في فيلم عوده الابن الضال او فيلم اسكندريه ليه. لسه مش عارف بصراحه هبتدي في فيلم اسكندريه ليه ولا عوده الابن الضال. انا عارف ان الفيلمين دول بيطلبوا مني كتير جدا في الكومنتات وحتى على الانستجرام في كذا حد بيطلبهم مني. انا مش مطنش والله، بس احنا في رمضان فاغلب الناس بتقدم واغلب الترندات والمحركات البحث ناحيه المسلسلات، فانا مش عايز انزلهم ويموتوا، فمستني بعد رمضان. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.